ورحمة الله وبركاته. جينا نكمل حلقتنا مع السؤال: أنت ماذا تساوي؟ إن تساوي إدارة وقتك. إذا كانت إدارتك للوقت فعالة متوازنة فقيمتك رح تكون على أساسها عالية. وسألنا سؤال صغير: عددولنا إنجازاتكم بيوم 30 رمضان أو 29 رمضان حسب ما يكون رمضان. الله يبارك لنا يا رب برمضان. تخيلوا معنا عدة الأيام رمضان ونحن بيوم 30 رمضان. شو هي إنجازاتكم؟ بعلم التنمية في عبارة قوية بتقول: ابدأ والنهاية بمخيلتك. تخيل نفسك وانت بيوم 30 رمضان عملت إنجازات وحابب تتذكرها الآن. بدك تتذكر كتير شغلات حلوة. رح تتذكر التراويح وصحبتها وساعة الإفطار وفرحتها. أما القيام والنور اللي بوجهك أضاءه، وأخلاقك. الله على أخلاقك شو صارت. أخلاقك صارت فيك طباع أنك هادي، واثق من نفسك، راقي بتعاملك مع الناس. تعصيب أنت حاولت وحولت، ويوم 30 أنت صاير غير شي، صاير بتسمع وبتشوف المشكلة من عدة زوايا. أما أنت اللي عم تسمعينا النميمة تعودتي على كلمة اللهم أني صائم، وصار لسانك رطب بذكر الله بدل الحكي عن الناس. وحتى شغلك تغير، وظيفتك هي انت لساك محامي، لساك طبيب، لساك طالب. لك شو اللي تغير؟ اللي تغير وجهة نظرك للوظيفة، هي اللي تغيرت. العمل صار عندك عبادة. مثل ما انت هلأ صايم وعم تعبد ربنا، تعلمت من الصيام انه العمل عبادة. وصحتك شو صار فيها بيوم 30 رمضان؟ الحمد لله، اول رمضان نطلع نازل وزنك عدة كيلوغرامات، والحمد لله. كل رمضان نطلع زايدين، الا هذا الرمضان طلع وزنك نازل 3-4 كيلو. ملاح. ليش؟ صار عندك شيء اسمه اعتدال بالاكل. وعلاقاتك مع أهلك والجيران شو صار فيها؟ كنا حاولنا نستفيد من رمضان، صرنا نعمل زيارات قصيرة مع الجيران، وحتى كنا نتبادل أطباق الأكل على الفطور. صحيح ما بخفيكم إنه كم صحن انكسروا، بس معليش صارت العلاقة أحسن مع الجيران. وإنتي كيف علاقتك مع أهل زوجك؟ اتغيرت 180 درجة. كنا أول شي نقرني لأنقرك، يعني عطول في مشاكل. أما بهذا الرمضان صرت أعمل شي أني أمنن حصة من الفطور وأبعتها مع الأولاد حتى أعلمهم شغلتين: أول شي بر ويبروا الست والجد، تاني شي أعلم الأطفال العطاء. إنجازات كتير ممكن نعملها، وممكن تطلع عنكم انتو أفكار تانية إنجازات فيكم تعملوها. خبرونا عبر صفحتنا على الفيسبوك على I have idea، عندي فكرة. خبرونا إنجازاتكم الخاصة والرائعة. طيب، وصلنا لختام حلقتنا ووصلنا لفكرتنا. فكرتنا بتقول: ليس قيمة المرء بما بلغه بل بما ينوي بلوغه. يعني أنا هلأ فاشل. لا، ماني فاشل. أنا هلأ فاشل بس حط مخي بالمستقبل أكون ناجح. هي فكرتنا اليوم، إنه قيمتك أنت ليست الآن، وإنما شو شايف حالك بالمستقبل. عم انتظر إنجازاتكم اللي رح تعملوها إن شاء الله. نعم، أكيد رح تعملوها وتقولون عليها، وحتى إبداعاتكم. خبرونا وين فيكم تخبرونا عبر صفحتنا على الفيسبوك على I have idea عندي فكرة. ومع سؤال جديد بكرة، سؤالنا بيخص ناس بيعزونا كتير، وحتى حلقة بكرة جدا 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 كلها فرح ومحبة. رح نحكي عن فرحة الأطفال برمضان، عنوان عريض الجريجيعان. حلقة غريبة شوي، لا مو غريبة، حلقة رح تكون حلوة كتير كتير. انتظروها ولو تروحوها من ايدكم. ومثل ما قلنا لكم انه رمضان بأفكارنا احلى
فكروا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.